كلنا مرّينا بيوم ملخبط ويوم منتظم، وعارفين كويس أوي، أوي الفرق في تركيزنا، في صحتنا، في نفسيتنا، في كل حاجة بين اليوم الملخبط واليوم المنتظم. فاليوم المنتظم يعني خلّي حياتِك كلّها ب برhythm معيّن، بروتين معيّن، مش روتين يعني مُمِل، أقصد روتين للأكل والنوم والشرب يعني في حاجات system كده معيّن، فالجسم بي بيزدهر يعني بيزدهر مع الروتين ده. آمم دايمًا دي برضه الحتّة اللي إحنا بنقولها، إحنا خصّصي وقت دايمًا لتخفيف الضغط عن نَفْسِك، يعني لازم يبقى في وقت راحة. إحنا برضه بنرجع تاني يعني كُلّه حلقة دايرة بتكمّل بعضها، نرجع تاني نقول إن الرياضة مش هو لازم كل يوم، لأ، لو صاحية تعبانة ما فيش مشكلة خالص إنِّك ما تريّحي، فدايمًا خصّصي وقت لنفسِك وللراحة، وكمان لتخفيف الضغط النفسي عليكِ، يعني لو أنتِ مضغوطة نفسيًا لأ، شوفي حاجة بتعمليها بعيدة خالص عن أي حاجة، لو قراية، لو هتقعدي على البحر أو هتقعدي قدّام منظر طبيعي أو كده، بحيث إن أنتِ تحاولي بكل الطرق إن أنتِ تخفّفي، تشوفي إيه الحاجة اللي بتخفِّف الضغط النفسي عليكِ واعمليها، فدي بتحسِّن جدًا علاقتي بنفسي وعلاقتي بجسمي و وبتساعدني على النوم، ففي حاجات كتير جدًا، 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 منها طبعًا الحاجات اللي هي بتاعة أماني اللي هتقولها لنا، إن إزاي نخفِّف الضغط النفسي علينا. و و يعني في حاجات بسيطة جدًا مش محتاجة sessions حتى ولا محتاج يعني في حاجات زي الart therapy والرسم والتلوين القراية، الهدوء، المناظر الطبيعية، ممكن الaroma therapy، ممكن مساج، ممكن في حاجات كتير، كتير، كتير ممكن جدًا نهتم بيها ونخصص لها وقت ونعملها. آآ هتساعدنا جدًا، جدًا، جدًا في رحلتنا للصحة النفسية والجسدية، ومن هنا من المنطلق ده ومن النقطة دي إحنا بنبتدي لمّا نهتم بكل حاجة بصحتنا وما نهتمش بالميزان. هو عكس بقى اللي إحنا قُلناه في الأول، إن هو سعادتِك هتبان في الميزان، أنتِ لمّا هتبقي مبسوطة ومرتاحة وبتعملي كل حاجة مُريحة لجسمِك ولنفسِك وبتحسّني نفسيتِك بالحاجات اللي هي بتشيل الضغط النفسي بتهتمي بالأكل وبالشرب، بالرياضة اللي أنتِ بتحبيها أو حاجة أنتِ بتحبيها أو مستمتعة ب بكل حاجة بتعمليها، بالوجبات اللي بتعمليها، بالأكل، بالشرب، بالنوم، كل حاجة واخدة مكانها الصح وفيها متعة، فأنتِ الطبيعي إن أنتِ حاجة أنتِ حاباها ومبسوطة بيها، فمكمّلة عليها، إيه اللي هيخلّيكِ توقّفيها؟ أنتِ بتوقّفي علشان أنتِ مش مرتاحة، مش مبسوطة، حاسة إنِّك بتضغطي على نفسِك بالdiet، بتضغطي على نفسِك بالرياضة، بتضغطي على نفسِك بالشغل، بتضغطي على نفسِك فما بتكمّليش، ما بتكمّليش، تعبانة ما يعني لكن لو أنتِ مرتاحة في كل ده ومبسوطة في كل ده، فأنتِ هتكمّلي على الحياة الصحية دي وأنتِ مرتاحة ومبسوطة، وبالتالي ومش مركّزة طبعًا بقى لا في ميزان ولا في لأ شكل جسمي إيه، ولأ شكل إيه، ولأ باعمل إيه، لأ طَب النهارده خسّيت، لأ النهارده ما خسّيتش، لأ طَب النهارده ما لعبتش رياضة، طَب أعمل إيه، أنا كده مش يعني فاهمة، الضغط النفسي اللي هو بتاع التركيز الزيادة أوي في كل حاجة ده، ده أولًا بيعمل ضغط نفسي، وده بيوقّف نزول الوزن. عادي جدًا، يعني ده عادي جدًا، 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 ده بيرفع الكورتيزول وبيقلل النوم تدخلي بقى في دوّامة رهيبة جدًا من إن أنتِ طَب أنا ما خسيتش، طَب يالّا ضربوا الأعور على عينه، طَب لأ، طَب أحاول تاني، طَب ما خسيتش، طَب مُحبطة، طَب متضايقة، طَب الموضوع ده ضاغط عليَّ وهكذا، وعمرِك ما بتوصلي لهدفِك في حاجة، لإنِّك قاعدة مركّزة في حاجة واحدة بس.